كان عبد الرزاق نور يخشى مقاتلي الشباب. انضم إلى هذه المجموعة الإسلامية منذ 20 شهرا وحارب في الصومال ضد الاتحاد الإفريقي وقوات الحكومة الصومالية، ولكن عندما أعيد إلى قريته هودور خاب أمله من سلوك الإسلاميين فيها، ولذلك وجد في عودتهم إلى القرية فرصة للفرار. أعتقد أن جماعة الشباب دمرت، ليس لديهم الدعم المادي ولا الذخيرة. المدن الكبيرة وقعت في الأسر، لا أرى أن بإمكانهم أن يأسروا في أي مكان آخر، وعلى مقاتليهم أن يهربوا. أجبر مقاتلو الجماعة على الخروج من البلدة في نيسان أبريل. غالبية الأمور التي كانت محظورة عادت، فتحت حكم الشباب كان على النساء ارتداء الحجاب، والرجال القمصان الطويلة التي تصل إلى ما بعد الركبة، وكذلك عاد أئمة المساجد بعدما كانوا قد استبدلوا بالجهاديين. بقيت الجماعة هنا ل3 سنوات، ولكي ينسى الناس يحتاجون إلى 3 سنوات أخرى. كان لموجة الجوع العام الماضي التأثير المدمر على المنطقة، وفي ظل عدم تمكن الجمعيات الخيرية من العمل هنا تبدو الحياة صعبة جدا. الآلاف هربوا وعدد الذين ماتوا مجهول، والشوارع المحيطة بالمدينة ما زالت تحت سيطرة المتمردين. فقط هودور حررت حتى الآن. المجموعة الإرهابية تسيطر حاليا على الأحياء خارج المدينة، وكذلك على مناطق أخرى في باكول. نحن نخطط الآن بإذن الله لنستعيد السيطرة على كل المناطق في باكول. بعد حرب أهلية دامت عقدين، كان من المستحيل منذ بضعة أسابيع رؤية هؤلاء الأطفال يلعبون كرة القدم بالقرب من الجامع. وبرغم ظروف الحياة الصعبة هنا في هودور، فإن أمام أهلها اليوم فرصة لبدء حياة جديدة مرة أخرى.